مرحبا بكم في قناتكم المفضلة أخبار البلاد من حسان إلى تلمسان. تنشر بعض المواقع الإعلامية بعض التقارير على أن المغرب سينسحب بشكل رسمي من تنظيم كأس إفريقيا للأمم لسنة 2028، وأنه في المقابل يتجه للترشح لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية ل2029. في هذا التحليل سوف نحاول طرح التساؤل حول هل يفكر فعلا المغرب في الانسحاب كرويا من إفريقيا، خاصة بعد العداء الذي عبر عنه بعض الأفارقة بتبني المخطط الخبيث للمخابرات العسكرية الجزائرية. كيف يجازى المغرب بتلك الطريقة بعد التضحيات الكبيرة التي بذلها من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية؟ أسئلة كثيرة يطرحها الشارع المغربي المصدوم من كمية الحقد التي عبر عنها بعض الجمهور من بعض الدول المتضايقة من نجاحات المغرب، لدرجة ظهور بعض الأصوات التي تنادي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمشاركة كرويا مع الدول الأوروبية، بعد أن فشل المغرب في إقناع العقلية الإفريقية بالخروج من المستنقع. سوف نقوم بتحليل مطول ونقاش في الموضوع. بداية أريد أن أضع تصحيحا مهما حول الأخبار المتداولة، حيث أنه حتى الآن لا توجد أي تقارير رسمية من تصريحات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفيد بأن المغرب قد انسحب رسميا من تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2028. الحالات التي يتم تداولها على مواقع التواصل أو بعض القنوات الإعلامية هي مجرد شائعات أو تحليلات غير مؤكدة، لأن المغرب لم يعلن رسميا انسحابه من تنظيم البطولة، ولم يعلن الكاف عن سحب التنظيم من المغرب. بل ما هو مؤكد هو أن الكاف حدد أن كأس إفريقيا ستنتقل إلى دورة كل 4 سنوات من سنة 2028 فصاعدا، لكنه لم يعلن بعد رسميا من سيكون المضيف. أما بالنسبة لكأس العالم للأندية 2029 فتبقى كذلك مجرد إشاعات، لأن الأخبار المتاحة حتى الآن تتحدث عن اهتمام قطر باستضافتها، وليس عن إعلان ترشح رسمي من المغرب. ماذا حدث فعلا في كرة القدم الإفريقية إذن؟ الاتحاد الإفريقي أعلن في دجنبر 2025 أن البطولة ستنتقل من نسختين كل عامين إلى نسخة واحدة كل 4 سنوات ابتداء من 2028. هذا قرار تنظيمي له علاقة بضغوطات تقويم مباريات الأندية واللاعبين مع جداول كبيرة عالمية. كما أكدت المغرب لم ينسحب رسميا من تنظيم نسخة 2028، لأنه حتى اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي عن انسحاب المغرب. هناك تقارير تشير إلى أن المغرب قد يدرس تقديم ملف الترشيح للنسخة، لكن عملية الترشيح نفسها لم تفتح بعد من طرف الاتحاد الإفريقي
وبالتالي لا يمكن أن يوجد هناك انسحاب رسمي. أما عن الأخبار التي تتحدث عن أن المغرب سينظم كأس العالم للأندية، فهي أخبار ليست مؤكدة. التقارير الصحفية ناقشت اهتمام دول أخرى مثل قطر بتنظيم كأس العالم للأندية 2029، ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية عن تقديم المغرب لملف الترشيح. لماذا إذن تنشر تلك الإشاعات بالانسحاب؟ بطبيعة الحال الإعلام العربي والمحتوى على اليوتيوب وبعض منصات التواصل الاجتماعي أنشأ احتقانا إعلاميا مبنيا غالبا على الخسارة في نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال، وما صاحبها من احتجاجات ومشاهد مثيرة للجدل. هناك أيضا ردود أفعال جماهيرية قوية على مواقع التواصل تتحدث عن خيبة أمل عميقة، إضافة إلى تحليلات غير موثوقة عن عداء مزعوم من دول إفريقيا اتجاه المغرب. لكن كل هذا لا يعد دليلا رسميا على انسحاب المملكة أو وجود أي حرب كرة بين المغرب والاتحاد الإفريقي. المغرب يعتبر من الدول القوية في كرة القدم القارية والعالمية، وذلك لأسباب موضوعية. المغرب نجح في استضافة كأس إفريقيا لهذه السنة. النسخة التي نظمها المغرب في نهاية 2025 بنيت عليها تقييمات إيجابية في البنية التحتية والتنظيم رغم كل الأزمات العفوية المفتعلة. هناك استثمارات ضخمة في الملاعب وفي البنى التحتية، حيث عمل المغرب على إنشاء ملاعب حديثة، وسيعمل على إنشاء ملعب جديد، ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء، بسعة كبيرة جدا، استعدادا لتنظيم كأس العالم لسنة 2030. المنتخب المغربي أظهر أداء قويا في كأس العالم، واحتل مراكزا متقدمة في تصنيف الفيفا، وهو ما رفع مكانته على الساحة الدولية. إذن السؤال المطروح: هل الواقع يعكس ما يقال عن عداء إفريقي ضد المغرب؟ من المؤكد أن الأحداث في كأس إفريقيا الحالية بين المغرب والسنغال كانت مثيرة، وظهرت احتجاجات من بعض الأطراف نتيجة قرارات تحكيمية أو سوء فهم، لكن هذا لا يعني أن هناك انسحابا جماعيا عن شراكة المغرب في القارة. فالاتحادات الإفريقية لا تترجم مشاعر جماهيرية منفردة إلى سياسة رسمية ضد دولة معينة، والاتهامات بتبني مخطط خبيث من مخابرات أي دولة توصف بأنها نظريات مؤامرة، وربما ليست قائمة على معلومات موثوقة أو تصريحات رسمية. لماذا إذن تنشر كل هذه الإشاعات؟ أكيد أن الخسارة في النهائي من طرف المغرب أثارت مشاعر قوية وردود أفعال. الجمهور المغربي حزين، وتحركاته في السوشيال ميديا تعكس ذلك، كما أن هناك بعض الجمهور في بعض الدول الذي يشمت فقط من أجل إمضاء الوقت واللهو. هناك أيضا بعض التضخيم الإعلامي، حيث أن بعض القنوات الخاصة
تستخدم اللغة استفزازية فقط لجلب المشاهدات، وهو ما يؤجج الغضب دون أساس واقعي في غياب معلومات رسمية. عندما لا يصدر تأكيد رسمي من جهة رسمية، طبعا القنوات الخاصة تقوم بملء الفراغ بآراء وتكهنات فقط لجلب المشاهدات والأرباح على الأدسنس. أصل إلى نقطة مهمة وأطرح السؤال: هل من المنطقي أن يفكر المغرب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ أؤكد أن فكرة الانضمام إلى اتحاد أوروبي لكرة القدم، ما يسمى بالUEFA، تطرح أحيانا في نقاشات الجمهور وبعض القنوات الخاصة لجلب المشاهدات، لكن عمليا الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل أعضاء من دول غير أوروبية جغرافيا أو تاريخيا في ظل قواعده الحالية. إضافة إلى ذلك، فالانضمام يتطلب موافقة جميع الاتحادات، وليس فقط الاتحاد الأوروبي، إنما أيضا الفيفا، وهو أمر معقد وجيوسياسي أكثر من كونه رياضيا. وبالتالي فالانضمام لأوروبا لكرة القدم حل يظل قرب الخيال في السيناريو الحالي. خلاصة في هذا التحليل، لا يوجد أي انسحاب رسمي للمغرب من تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2028. ما تحدث عنه بعض وسائل الإعلام هو مجرد شائعات غير موثوقة في غياب بيانات رسمية. المغرب يظل لاعبا مهما في منظومة كرة القدم القارية في إفريقيا والعالمية، خصوصا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب كرويا. ردود الأفعال الجماهيرية هي ردود عاطفية ولا تعكس الوضع الرسمي للاتحادات الرياضية. إضافة إلى ذلك، فالاتحاد الإفريقي يعمل على تغييرات تنظيمية وليس على تهميش المغرب، وليس من حق أي دولة إفريقية أن تعلن تهميش المغرب. أما فيما يخص نهائي كأس إفريقيا والأحداث التي جرت، فمن الطبيعي أنه ستكون هناك عقوبات مشددة لتفادي تكرار تلك الأحداث، لأنه ليس من حق أي فريق أو أي شخص أو أي مدرب أن يفسد حفلا كرويا بالانسحاب بتلك الطريقة. ومؤكد أن مدرب المنتخب السنغالي سيدفع الثمن غاليا مع لاعبيه الذين تبعوه وانسحبوا إلى مستودع الملابس. شكرا إذن على تتبعكم. سنعود إلى الموضوع بالتفاصيل. ابقوا مع قناتكم أخبار البلاد من حسان إلى تلمسان، وشكرا على اهتمامكم بالموضوع. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.